السلام عليكم خواتاتي احبائي اصدقائي. حبيت اليوم نشارك معكم العمارة ديال البيتزا. وخليكم معايا ما تمشيو فين. كنحتاجو هنايا 2 حبات ديال البصله حجم معين، وهاد النصيص هذا غادي نشل، غادي نديرها، غادي نقطع على شكل طولي. خليكم معايا. كما كتشوفوا هنايا راني درت على شكل طولي. ان شاء الله بعد ما غادي نشارك معكم العماره ديال البيتزا، ان شاء الله غادي نشارك معكم حتى الحوت المقلي. خليكم مع الفيديو حتى الاخر. واللي باقي خواتاتي اللي باقي ما مشاركش معايا في القناه ديالي، كنتمنى منكم اخوتي تشاركوا معايا في القناه، تفرجوا في الفيديو حتى الاخر، وعملوا داك، ضغطوا على داك الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل نهار يوصلكم الجديد. وخليكم مع الفيديو ما تمشيو فيه. كنزيد هنايا شويه ديال البزار، شويه ديال الزيت، كندير هنايا شويه ديال الملح، غادي نخلي ان شاء الله البصل ديالي تبدا. خليها تتحمر شويه تبدا، ونحيدها. من بعد ما حيدت البصله هنايا فلفله ديجا قطعتها صغيره، الوان حمراء وخضراء. زدت عليها شويه ديال الزيت، وبطبيعه الحال ملح والبزار. نخليها دابا تتشحر مزيان، نحيد من هذاك الماء حيت ديجا قطعتها درتها في الفريغو اخوتي. كيقد داك الماء ديالها هنا في المقله، ولكن معليش عادي ان شاء الله ما يبقاش داك الماء بصفه نهائيا، حتى هي عادي غتولي محمره بحال شكل الفلفله. وصافي هادشي اللي كاين. خليكم على الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. هنا كتشوفوا هي نشفات وتحمرات بحالها بحال البصله. هكا غادي نحيدها. بعد ما تحمرت لي ديك الفلفله حيدتها. هنايا درت فلادان اللي ما عندي البيتزا بلادان ديال الشاورما كما كتشوفوا هنا. دابا خوتي هنايا غادي نحط واحد 2 جريات ديال الثومه، وصافي غادي ندير واحد شويه ديال السكينجبير، شويه البزار، هذا شويه الكمون، وشويه ديال لاموطاغ. صافي غنخليه يتشحر، وغادي نحاول نعيد يتشحر، غادي نحاول نقسمو بحال هكا. هو كيطيب وانا كنقسم. بغيت نبدل اليوم، النوعيه ديال البيتزا. قلت علاش ما نديرش هذا الشاورما ديال العدال، وكتجي بيتزا واعره وجميله. المهم هنا راني درت العطريه، درت الثومه، درت معلقه ديال لاموطاغ، اصبروا معايا خوتي راني شاده التليفون بيد وكنصور بيد، عفوا شاده التليفون بيد وكنحرك بيد. اصبروا معايا. المهم جربوا اخوتي هاد الطريقه ديال الشاورما في البيتزا. انا هنا ما قطعتش هاد الشاورما، نتوما حاولوا تقطعوه عاد لو فيها.
المقله باش ما يلبكمش. المهم هو المشاركه اخوتي، وتفاعلوا مع الفيديو اخوتي، والله يحفظكم، الله يسهل عليكم. كنتمنى من كل قلبي تزوروا القناه ديالي، واللي جا عندي مرحبا به. ومن هذا الفيديو كنحيي كل المرأة المغربية فين ما كانت، داخل المغرب او خارج المغرب، حيت صراحة المرأة المغربية ما كاينش بحالها. يعني باش ما كان كتقضي اي حاجة، باش ما كان كتقضي بداكشي اللي عندها موجود في الدار. المهم بقاو مع الفيديو حتى الاخر اخوتي، ما تنساونيش اخوتي بلي لايك. الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا، والتعليق يكون زوين. الله يجازيكم بخير. وهنا كما كتشوفوا هنا راني درت مطيشه مفكوكه. هنا خوتي مطيشه انا كناخذها وكنغسلها مزيان وكنسلقها وكنطحنها وكنخليها. من بعد ما كنطحنها كنخليها حتى كتغلى مزيان ويحيد من هذاك الماء، كتبقى غير لاصوص ديال المطيشه صافي. كنديرها في البواطات وكنديرها في الفريكو. وفاش كنبغي نستعمل بيتزا ولا بحال هكا شي حاجه ديال القطاني ولا فهمتوني اي حاجه لي باط ولا شي حاجه بحال هكايا، كنجبد القياس اللي بغيت نستعمل صافي كنديرها في الكسرونه ولا في مقله صافي. كندير عليها التوابل والزبيته ديال العود، كنخليها كتشحر مزيان. دابا هي بدات كتطلق ليا حيت ما جبتهاش بكري من الفريكو، يلا كيحيد لنا الثلج. دابا غنخليها تغلى مزيان. هنا خوتي راني درت شويه ملحه، شويه بزار، شويه سكينجبير، شويه تحميره، تقريبا 2 معالق كبار ديال زيت العود حيت راه غاليه. انا درت غير 2 معالق كبار، ومعلقه ديال الزيت البروني العاديه ديال المائده صافي. وهنايا غادي نحك شويه ديال الزعتر، نحك شويه ديال الزعتر وصافي. هادشي اللي كاين. ودرت الثومه وحده راني حكيت الثومه وحده صافي. دابا غنخليها تتغلى مزيان وغادي نطفي عليها. بعد ما وجدت العماره باش غادي نعمر البيتزا، هنا كاين داك الشاورما قطعته طريفات صغار فاش كنت كنطيبو، وهنايا الفلفله، وهنايا لاصوص طوماط، وهنايا الجبن الموتزاريلا حكيتو، هنايا البصيله مشحره، وهنايا كاين البطبوط. هذا البطبوط هذا جنتو البارح، خديت هنايا 2 بطبوطات غادي نحلهم. غادي نحل هادي غادي نحلها على 2، وحتى هادي غنحلها على 2. غادي يوليو عندي 4 ديال هذا 4 بطبوطات فهمتوني. وغادي نعمرهم حيت هنا ما عجنش لاباط ديال البيتزا. ان شاء الله نشارك معكم لاباط ديال البيتزا ان شاء الله. هنايا ما عنديش الوقت مع صايمه اليوم، قلت علاش ما نديرش البيتزا في بسميتو بالبطبوط، حتى هو كيجي زوين صراحه، كيجي طريقه زوينه بالبطبوط. والله كنحل هذه على 2 وكنعمرها صافي. كندير موتزاريلا وصافي كندخلها الفران بما يطيب يذوب الفرماج صافي كنخرجها وكنقدمها. المهم خليكم مع الفيديو خوتي خواتاتي حتى الاخر ان شاء الله، وعاد تشوفوا الطريقه كيفاش. كما كتشوفوا هنايا راني حليت
داك البطبوط اللي شفتو حليتو. دابا غادي ندهنهم بصوص طوماط. من بعد ما درت لاصوص سرحتهم على هاد الثلاثه هادو، درت انايا 3، حيدت هذيك الوحده صافي برك عليا 3 حيت كاينه انا وراجلي. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال البصله. دابا غادي ندوزو للفلفله. وصافي كملت. غادي ندوز دابا لهذا الدجاج اللي قطعت. انا هنا كندير بيدي بعد ما نظفت يدي مزيان كندير بيدي. انا راه كنبغي نخدم بيدي اخوتي صراحه كنبغي نخدم بيدي، ما كنبغيش ندير معلقه. كاين شي ما احسن من حاجه تخدمها بيدك. صافي دابا دزت الفرماج الموتزاريلا. المرحله الثانيه اخوتي، هنايا لاصوص صيبتها بشي ديال زيت العود والثومه، وهذا شي ديال الزعتر حكيته مزيان صافي. وجات التحميره. هنايا خديت هذا الحوت هذا بعد ما غسلته، حيدت لي داك الجناب ديال الحوت اللي كيكون دا الشوك، فهمتوني. حيدت لي الجناب ها هو كيف ما كتشوفوا، وقسمته في الوسط وغسلته مزيان. شوفوا راه مغسول مزيان صافي. حيدت لي داك التحتانيه اللي كتكون نقصها. وصافي هنا العطريه درت الثومه، البزار، سكنجبير، خرقم ديال العرق صافي، وجود الملحه، جود الكمون والربيع داك سميتو قزبر معدنوس وصافي. رقدته دابا هنايا من قبيله. والحامض عصرت عليه حامضه. هنا خديت غير 4، استعملتها 4 الله يجعل البركه هنايا خوتي هنايا البطاطا غادي نقليها. خديت 4 د البطاطا الصغار، غسلتهم ونقيتهم، عاود غسلتهم وعاود قطعتهم. هذا هو الفطور ديال اليوم ان شاء الله، بيتزا والحوت وبريد ديال اتاي مشحر بالشيبه. هنا كناخذ الفورس والفينو كنخلطو مع بعضياتهم باش كيجيني الحوت مقرمش، ما كيجينيش هكا كرطب، كيجيني مقرمش. كنخلط دابا سميتو وغادي نبدا ندير فيه. غادي نبدا زعما غنديرو زعما في هاد الخليط ديال الدقيق اللي درت. صافي نبدا ندير فيه بحال هكا حتى نكملو. صافي هنا في مقله كندير الزيت، غنتسناها حتى تسخن ليا الزيت ونبدا نقلي فيه في الحوت ان شاء الله. المهم خوتي حباباتي الزوينات ديالي، ما تنساونيش حبيباتي باللايك والفسخ الرابط. الله يرحم لكم الوالدين والله يسهل عليكم، وهاد العواشر ما تنساونيش باللايك اخوتي، الله يجازيكم بالخير. ملي كتشوفوا دابا الحوت هو حمر مزيان طلع خاطر
وغادي نحيدو. ايوا كيف ما كتشوفوا هنايا خوتي خواتاتي، وها هو فطوري وجدتو لحقوا طريقو. شوفوا هنايا نقليت الفريت، هنايا شليضات، هنا لاصوص، هنايا الحسوه درتها هذاك بالصانوج وزرعت الكتان حب رشاد. وهنا الحوت، هنا كنت غادي نحرق هاد الحوت مسكينه بنت لي صغيره وانا حقرت عليها، والله الا حقرت عليها. يا صافي هادشي اللي كاين اختي. انا مسيمنه درتهم البارح، عمرتهم تما جاو بنان. دابا ملي سخنتهم كانوا يتحرقوا لي في الفران، المهم بنان. تنعاود نشارك معكم مسمن معمر في الفران ان شاء الله. وهنايا ديال البيتزا ديالي جات بنينه وكتشهي. وصافي هنايا بريريت ديالاتي مشحر بالشيبه، والله يجعل البركه. المهم تهلاو ليا في ريوسكم، وحتى نلقاكم ان شاء الله في الفيديو واحد اخر، ومع السلامه. خليتكم في راحه الله ان شاء الله. وما تنساونيش اخوتي بلايكات تفعيل الجرس باش يوصلكم كل نهار جديد ان شاء الله. مع السلامه.